مباراة الحمراوة السبت الفارط بتسجيله هدف الفوز لفريقه، والذي منح فريقه 3 نقاط ثمينة سمحت للمولودية بالارتقاء إلى المرتبة الخامسة بفارق 7 نقاط عن الرائد اتحاد الجزائر، ليرفع مرزوقي رصيده إلى 6 أهداف كاملة، مناصفة مع كل من بني الطوم من وفاق سطيف، جاليط هداف شبيبة الثورة ومهاجم القبائل بولعويدات الذي رفع هو الآخر رصيده إلى 6 أهداف بعدما وفق في تسجيل ركلة جزاء في مرمى أمال الأربعاء، ليصبح مرزوقي هدافا لفريقه، رغم أن النادي العاصمي استقدم أسماء لامعة في الصيف الفارط من أجل تدعيم القاطرة الأمامية للعميد، يتقدمهم هداف الموسم الفارط وليد رارجا، وأبرز مهاجم البطولة محمد الأمين عبيد من اتحاد الحراش، بالإضافة إلى نجم المنتخب الإثيوبي صلاح الدين سعيد الذي استقدم بقيمة مالية كبيرة، إلى أن المهاجم القادم من سريع غيليزان وهداف الدور المحترف الثاني تمكن من فرض نفسه في هجوم المولودية، رغم أنه يتحصل على أجرة أقل بكثير مما يتحصل عليه النجوم الذين تم انتدابهم في الميركاتو الصيفي، ليخطف ابن عين الدفل الأنظار في بداية الموسم الجاري بفضل أهدافه الجميلة التي سجلها في مرمى جمعية وهران بعدما وقع ثنائية مكنت فريقه من تحقيق فوز مهم، وسجل ركلة جزاء في مرمى دوخة بطريقة محكمة في كلاسيكو عاد فيه الفوز لأبناء المولودية، كما سجل هدف السبق في بلوغ في مرمى دفاع تجنان في مباراة انتهت بخسارة مفاجئة لرفقائه، بالإضافة إلى هدف جميل في ديربي النصرية يعتبر من أجمل أهداف الدور المحترف الأول، قبل أن يجدد العهد مع التهديف في مباراة السبت الفارط التي كشف فيها عن مؤهلات فنية كبيرة وحس تهديفي أمام المرمى يفتقده أغلب مهاجمون في الفترة الأخيرة، رغم أنه يخوض أول تجربة له كأساسي في القسم الأول، ولكنه استطاع أن يجلب انتباه المتتبعين، وقد يكون مرزوقي محل معاينة الطاقم الفني للخضر الذي يواصل البحث عن رؤوس الحربة في ظل نقص نجاعة كل من بالفضيل ومنجاح في مباريات المنتخب الأول، ليصبح هداف المولودية مشروع رأس حربة جديد للمنتخب الوطني، ما دام أنه يملك كل المؤهلات التي سمحت لسليماني من فرض مكانته في المنتخب الأول، رغم أن مهاجم سبورتينغ بارز في شبيبة شراقة قبل أن يفجر عن إمكاناته في شباب بالوزداد، وهي تقريبا نفس مسيرة مرزوقي الذي أصبح مدلل أنصار المولودية، وقد ينافس في القارب العاجل سليماني في منصبه لو يواصل التألق مع فريقه ويقوده إلى انتصارات أخرى قد تفتح له الباب للتواجد في قائمة تربص شهر مارس للخضر.